من هذا اللاعب فيكتور سيموس، في عينيه نشاهد مزيدا من التحدي. تبديل يحدث الآن مع مطلع شوط المباراة الثاني في إشراك أو سحب اللاعب أحمد داوود وإشراك اللاعب حمود عباس. تبديل أول من قبل السيد كاروليم المدرب التشيكي الذي يقود نادي الأهلي، وهي المحطة على فكرة الأولى لهذا المدرب في منطقة الشرق الأوسط. عمرو عبد الله يحييكم إذا من جدة، من عروس البحر الأحمر، من الديربي الذي يأتي في يوم الخميس، وكل يلتقي محبوبه في يوم الخميس. الأهلاوي ضد الاتحادي وجها لوجه في قمة شعارها المتعة والإثارة والندية. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا، بكل من ينضم إلينا، بكل من يعيش معنا أحداث هذا الديربي لحظة بلحظة. أهلا وسهلا بالجميع. بداية الشوط الثاني في القمة رقم 67 في تاريخ مواجهاتهم في بطولة الدوري. شوط أول مثير تسيده الأهلي في أغلب الأحيان، بعد ذلك عودة معنوية كانت بالنسبة لنادي الاتحاد. الآن فيكتور سيموس يتقدم ويمررها ممتازة باتجاه حمود، لكن ويندل بيغطي بشكل سليم، ما زال يحتفظ بالكرة ويحطن عليها ويكسب من خلال رمي التماس اللاعب البرازيلي ويندل من أمام حمود عباس. ترقب وانتظار من سيفرح في جدة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة. حتى الآن هم الأهلاوية، هم السعداء، هم المتقدمين، وهم الذين يحاولون الحفاظ على الفوز، لكن باولو جورج يتقدم وخطأ لمصلحته في هذه اللقطة لصالح نادي الاتحاد ولصالح باولو جورج. بدأ التهازيج الآن وبدأ التشجيع. شايف الخطأ لمصلحة باولو جورج. هل يعود العميد من بعيد؟ هل يشعل القمة مجددا؟ هل يعاقب الأهلي على إهدار ركلة الجزاء؟ ويندل من صنع هدف الاتحاد، ولو أنه لم يظهر لكن كان هو صانع الهدف. الآن من نفس المكان تقريبا اللي كان فيه في الشوط الأول. عاد هدف اتحادي مبكر مع مطلع شوط المباراة الثاني. الدنيا تولع في مدرج الاتي. واحد يمثل على كيفه، لأنهم عقاريين في اللقطة الماضية، كل واحد يمثل على كيفه. أول زمان كان الحكم لما يحتسب خطأ يعد ال10 أمتار، هي 9.15، كان يعد الخطوات اللي تقريبا تأتي 10 خطوات. على فكرة ما زال حكام في أوروبا يعدون الخطوات إلى الآن، وأغلب الحكام يأخذونها في العالم بالناحية التقديرية. خطأ الآن لصالح نادي الاتحاد. الاتي تعادل مع نجران وخسر من الفتح، ومن النادر أن يحدث ذلك قبل مواجهات الاتحاد في السنوات ال10 الماضية، أن يأتي وهو خاسر وليس منتصر لمباراتين. من النادر أن يحدث ذلك. الآن خطأ لمصلحة الاتحاد، لمصلحة العميد، لمصلحة الاتي. كرة ملعوبة أمام المرمى، بتعلو العارضة بقليل كرة محمد نور، وكادت أن ترى النور. هذه كرة نور، كرة هدف يا محمد، كرة هدف يا أبو نوران. علت العارضة بقليل وعدت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، كرة خطيرة للاتحاد على مرمى النادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني. وشكل المباراة والله أعلم أن لسه فيها أقوال. الأهلي لما يهجم يكون خطير، والإتي برغبة وبداية أو بمعنى أصح اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لديه شيء ما يقوله، في شيء يبغي يقوله الاتحاد. سنتابع وسنشاهد. هل يرفع الأهلي ل 23 نقطة أم يصل الاتحاد ل 27 نقطة ويدخل أجواء الدوري؟ سنتابع ونشاهد. كرة لنايف أو لمحمد نور، بيسيطر عليها محمد، واحد من بين ثلاثة، واحد بيلعبها على عرضية. السلام، الصلاة ياسر المسيليم. لم تستغل الكرة الماضية رغم صناعة رائعة من محمد نور، لكنها وصلت سهلة لياسر المسيليم في مكان تواجده ليست بالقوة المطلوبة.
اتحاد أفضلية مع الدقائق الأولى للشوط الثاني. يحاول من خلالها نايف، لكن كامل الموسى أفرط بالثقة وأتى رجل الثقة. نور لباولو. 3 كرات للاتحاد في 4 دقائق للعميد. كان بإمكانه أن يعود من بعيد ولكنه يهدر الفرص. ظهر نور فظهر الاتحاد، ظهر محمد فظهر الاتحاد. هذه كرة ثانية من نور لباولو هذه المرة، ولكنها علت العارضة وعدت إلى خارج الملعب ضربة مرمى. 5 دقائق اتحادية تكتسي بلون العميد، تكتسي بلون الاتحاد، ولكنه لم يستغل هذه الكرات. لكن ارتباك واضح في التنظيم الدفاعي للنادي الأهلي، ارتباك واضح. على فكرة الأهلي على مقربة وعلى بعد خطوة واحدة من التوقيع مع مدافع نادي الطائي، ما راح نقول اسمه، لكن مدافع من الطائي قريبا سينتقل للنادي الأهلي، ومدرب سيأتي لنادي الاتحاد لم يسبق له زيارة المنطقة. ما بين عدة أسماء يا عبد الله غراب يريدها أن نادي الاتحاد، وقد يأتي بمهاجم مواطن يلعب في جاره، يلعب عندنا النادي الأهلي. الله أعلم. شهر واحد لناظريه لقريب. نور يريد أن يتقدم، نور وهذا هزازي. الكرة لخارج الملعب، رمي تماس لصالح نادي الاتحاد. تلعب اتجاه ويندل. التي أفضل مع مطلع شوط المباراة الثاني، أخطر، والأهلي يعيش في ارتباك دفاعي واضح جدا قد يكلف نقاط المباراة. كرة اللعب عالية وأمامية، ما زالت في أرضية الملعب إلى خارج الملعب، رمي تماس ولا كورنر. شايف هذه الكرة، كرة فيكتور سيمس، يا سلام. حلوة هذه اللقطات اللي تأتي الآن في نقل وإنتاج الدوري السعودي، ومن أحسن إلى أحسن إن شاء الله، من أحسن إلى أحسن. كرة اللعب أمامية، مسعد بيحاول، وسمعان بيخلصها من أمام، بتعود مرة ثانية. راشد الرهيب بيحاول، خطأ لمصلحته في اللقطة الماضية ولصالح نادي الاتحاد. خطأ للاتحاد. عجبو قش على صدارة الهدافين الآن مع فيكتور سيموس ب9 أهداف، ويبقى من الاتحاد اللي هو ويندل لديه 4 أهداف. لكن محمد نور يسجل في المباريات الأخيرة، سجل في مرمى الفتح وأهدر أيضا ملنتي، والآن يسجل بعد غياب إثر البطولة الآسيوية وانضمام المنتخب. كرة لنادي الاتحاد الأفضل في الشوط الثاني. راشد الريب يلعبها أمامية باتجاه باولو جورج، تغطية موجودة من منصور الحربي اللي بيخلصها عالية وأمامية. 2-1 للنادي الأهلي. سبق وأن حدثت 9 مرات في تاريخ مواجهة الفريقين، 5 مرات للأهلي و4 مرات للاتحاد. كرة لمحمد نور بيحاول، ما زال محمد، ما زال رحت واقف بيحاول نور، والكرة إلى ضربة ركنية. من الصعب أن يسقط أسطورة الاتحاد نور، ومن الصعب أن نشاهدك ترتدي قميص آخر غير قميص الاتحاد يا أسطورة الاتحاد. ضربة ركنية للاتي، ويندل على التنفيذ، بيلعبها عالية وعرضية، الكرة راسية بتعدي العارضة بتعدي لخارج الملعب، ضربة مرمى. سلامات يا أسامة المولد، تعرض لإصابة في اللقطة الماضية، شوف الكرة عالية وعرضية، لكن يبدو أنه تعرض لإصابة أسامة المولد. على فكرة من اللاعبين اللي تجيهم دائما إصابات غريبة جدا ويغيبون لفترات، لكن بإذن الله مشافى معافى، حالة من حال كل زملاء في أرضية الملعب. جماهير الانتي يتابعون يشاهدون، والأهم من ذلك بأنهم يعشقون. العشق والحب والهوى، خلاص يوم تحب تشوف كل شيء حلو، كل شيء في اللي تحبه تشوفه حلو، ولا لا يا غرام؟ يتمنون
يتمنون التعادل، يقول لك حتى لو الاتحاد ما يفوز بالدوري لكن الاهلي ما يعدي عن طريقنا. حاله من حال الديربيات اللي هي موجوده اساسا في تاريخ مواجهات الفريقين. عموما ديسمبر شهر 13 مواجهه في تاريخ مباريات الفريقين في الدوري. 13 مواجهه جمعت بين الفريقين، صادفت انها تكون في ديسمبر ونحن في اول ايام ديسمبر. 6 مرات التعادل، 5 مرات فوز الاتحاد ومرتين للاهلي. سلامات اسامه المولد. ستكون من الضربات الموجعه لنادي الاتحاد. سلامات يا اسامه. ما راح يقدر يكمل المباراه. خبر محزن لكل الاتحاديين بكل تاكيد. كره ملعوبه، حاول مسعد، الكره اللي خارج ملعب رمي التماس. هناك تبديل، رضا تكر والانباء تشير الى تجديد عقده مع نادي الاتحاد في الفتره القادمه. التبديل الاول يشارك الان مكان اسامه المولد، احد اهم الاسماء في تشكيله نادي الاتحاد واحد اهم نجوم الموسم. المر كره تيسير بيلعبها لكن في احضان حارس المرمى علي المزيد. هذا حساوي كرة بتلعب عالية وأمامية لنور، حاول يخطفها نور لكن كامل الموسى معاه. نور خطفها، كرة أمام المرمى للاتحاد. يا سلام، أحلى من الجول يا نور ويا وندل. لقطة جعلت الكل يتوقف ويشاهد فقط. الكرة الماضية من نور لوندل شعارها انظر فقط، لا تستطيع أن تفعل شيء لكرة مثل هذه سوى أن الأقدار تسعفك وتمر بجوار القائم. محاولة في غاية الخطورة. نور يصنع الفارق للاتحاد في الشوط الثاني على حساب النادي الأهلي. 10 دقائق شعارها نور، متعتها نور، وقرارها حتى الآن بيد معالي الوزير. والتعادل اقترب من الاتحاد في أكثر من لقطة، ولكن الأهلي يقدم مردود غريب جدا وليس كأنه يعني لا هو من بعيد ولا من قريب. أهلي الشوط الأول، إيش المتعة، إيش اللعب، إيش الفن. كرة ملعوبة راية وتسلل. وين لعب الشوط الأول يا الأهلي؟ هل التبديل اللي عمله السيد كارولين بسحب احمد درويش واشراك محمود عباس اثر على اداء خط وسط ملعب النادي الاهلي؟ هل ركله الجزاء المهدره في اللحظات الاخيره للشوط الاهلي رفعت من معنويات الاتحاديه وهبطت من معنويات الاهلاويه؟ اسئله الجواب بعد دقائق من الان، بعد نهايه المباراه. كامل الموسى وسعود كريري، خطا ضد سعود كريري ولمصلحه كامل. خطأ لمصلحة كامل. غالبا من نشاهد لاعيبة الوحدة ينتقلون للنادي الأهلي، لكن من النادر أنك تشوف أحد من لاعيبة الوحدة ينتقل للاتحاد. بالنسبة للتنافس على سنوات طويلة بنادين وفريقين عريقين، كم نتمنى عودته قريبا. الفريق الجماهيري، الفريق المميز، فريق نادي الوحدة. مدرب مواطن. وعلى فكرة، على ذكر المدربين المواطنين في الديربي، في المباريات النهائية كان المدرب المواطن هو اللي ينتصر. يعني يوسف عنبر عام 2002 نهائي كاس ولي العهد، هدف خالد الشنيف الشهير من ركلة جزاء، كان هو مدرب مواطن للنادي الأهلي وتوج الأهلي بطلا. نكمل بعد قليل. باولو جورج بتعود مرة ثانية. أبو سمعان لباولو جورج، بيمر ولا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. لا وجود لخطأ لباولو جورج. على ذكر المدربين المواطنين، خالد القروني مدربا لنادي الاتحاد في فترة ما ويتوج أيضا بطلا. لكن على ذكر المدربين المواطنين في نادي الاتحاد، أولهم صالح سلامة في عام 1347 هجريا، ثم الثاني من أمين دابو القطب الأهلاوي الكبير، وهو المدرب السعودي الوحيد
الذي جمع بين قطبي جدة، وكرة لإدي جدة، راية وتسلل ضربة حرة غير مباشرة. ربع ساعة اتحادية، ربع ساعة الاتحاد يستشعر قيمته وحضوره وقوته. هذه الكرة اللي كان فيها التسلل، قرار واضح. كرة أقرب الآن لحارس المرمى. نتكلم عن المدربين المواطنين، أيضا خالد الكروني، أيضا حسن خليفة، والآن عبد الله غراب مع النادي الأهلي في فترة. محمد أمين حلمي عام 1937، عبد الله عبد الماجد، أحمد صالح اليافعي، أمين دابو، أحمد الصغير الله يرحمه توفى العام الماضي، أحد النجوم اللي كانوا كبار الصراحة أحمد الصغير، وآخرهم يوسف عنبر. وبالتالي هذه سلسلة أسماء المدربين المواطنين اللي دربوا بالنسبة للفريقين. أعزائي الحضور، هذه خطأ من راشد الرهيب ضد فيكتور سيموس، لم يشاهدها حكم المباراة، لم يشاهدها حكم المباراة، لكن الإعاقة كانت موجودة من خلال الإخراج الجميل جدا واللقطات الرائعة اللي وضحت هذه الحالة تماما، أن هناك خطأ لمصلحة اللاعب فيكتور سيموس. آخر نصف ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كاس خادم الحرمين عام 2003، خالد القروني كان مدرب الاتحاد، كان مساعد علي كميخ اللي اليوم درب النصر وكان مدرب النصر ضد التعاون، وعبد اللطيف الحسيني مساعد ثاني لما وهو مساعد الآن مدرب في المنتخب السعودي. كانت يوم 3-2 بين الاتحاد والأهلي، وكانت في الرياض تلك المباراة، لأن الشيء بالشيء يذكر. اليوم في مدرب مواطن يحضر بالنسبة لنادي الاتحاد وهو عبد الله غراب. كرة ملعوبة عالية، عرضية هزازي، الاتي يرفض التعادل في ربع ساعة هي الأجمل في دوري هذا الموسم يا اتحاد. هزازي يضعها بالرأس وتعلو العارضة بقليل بقليل. من أين لك هذا يا إتي؟ من أين لك هذا الأداء في شوط المباراة الثاني؟ يوقف النادي الأهلي في منطقة جزاء. الكرة الماضية على فكرة فيها ضربة ركنية، أيضا لم ينتبه له. شوف لمسة اليد موجودة، شوف نعم موجودة، وشوف شوف شوف الآن تقطع الشك باليقين أن لمسة اليد موجودة، لكن إلى ضربة مرمى يحتسبها حكم المباراة. جمهور الاتحاد الآن ينتفض وجمهور الأهلي يؤازر ويشجع، والنتيجة حتى الآن أهلاوية 2-1، حتى الآن أهلاوية 2-1. ضربت اللعب، يا سلام يا حمود، حاول تخلص من أمامه. باولو جورج تمرير بالخطأ. محمد نور في الشوط الثاني في المجمل العام يؤدي أداء يا سلام يا سلام. الله 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 الله، هذه مكاوية يا ولد، هذه من رقصاتها المكة يا المر، والله انك حلو من تمر. يا سلام، شوف شوف هذه الثانية، هذه الثالثة، قال له تعال يا ابويا خذ لك هذه اللقطة يا باولو جورج، هذه لقطة مكاوية من احد ابناء مكة. اللاعب كامل المر عدت الان الى رمي التماس، رمي التماس لصالح النادي الاهلي. كرة ملعوبة لكامل يحاول مع باولو، لكن الكرة بترتد لنادي الاتحاد الافضل في شوط المباراة الثاني، الاقرب الى التسجيل. هزازي مع كامل الموسى، كامل يا كامل، ويكامل الله سبحانه وتعالى. كرة لخارج ملعب رمي التماس لنادي الاتحاد الذي اقترب كثيرا في شوط الانتفاضة، في شوط الرغبة، في شوط الاتحاد حتى الآن. كرة أمام المرمى، أمام المرمى، تتهادى الكرات أمام مرمى النادي الأهلي، واحتجاج اتحادي كبير. باولو لعبها لنايف، نايف والله شكلها فيها، شكلها فيها، شكلها فيها ركلة جزاء. اللقطة الماضية لقطة مثيرة للجدل للاتحاد على مرمى النادي الأهلي. الأهلي في الشوط الثاني
لا يستطيع الوقوف امام الاتحاد حتى الان الا من خلال جمهوره، بس جمهوره اللي هو متعلق، لكن الاتحاد يمتلك الكره والخطوره والاقتراب كثيرا من التسجيل، وكاروليم اذا لم يتحرك سيفقد النقاط الثلاث. اذا لم يتحرك تشيكي لانقاذ الموقف واجراء تبديلات وتحركات فإن فريقه يمر بمرحلة حرجة جدا. أسوأ 20 دقيقة له، لكن هذه كرة هجمات خطرة، هجمات خطرة. الحربي منصور وعماد بالراس، والكرة بتتخلص إلى ضربة ركنية بمبدأ الأمان. ضربة ركنية بمبدأ الأمان. إثارة ومتعة وندية وأداء جميل. ضربة ركنية. ضربة ركنية. لكن أيضا معلومة تقول بأن عام 1397 أول مباراة جمعت بين الفريقين هنا، وفاز النادي الأهلي في كأس الاتحاد يوم بهدف مقابل لا شيء. واليوم يستمد قوته من الأمس. المباراة اليوم لأنها من عبق الماضي والتاريخ، لأن فيها حضور في الماضي رائع وجميل. والكرة إلى ضربة ركنية أخرى، إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى، هذا حمود عباس. ضربة ركنية، ضربة ركنية كما أشرنا في البداية. هذه الكرة يبدو اصطدمت برضوى تكر وإلى خارج الملعب. ضربة ركنية والإثارة في أوجها في أعلى حالاتها في المباراة. تيسير عالية وعرضية للأهلي، أبعدها نايف هزازي إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية، أول مرة يطلع من مناطق النادي الأهلي في هذا التوقيت. ضربة ركنية. الاتحاد سيلتقي النصر في الجولة القادمة. محمد الراشد الآن مكان من؟ غراب يوجه التبديل، عالية وعرضية. الكرة تتخلص، انسحب غير نايف هزازي وهو يندفع إلى الأمام غراب بدرجة كبيرة جدا، وانسحب نايف فلا أعتقد أنه هو فعل شيء. مهاجم مكان مهاجم، يعني نفس التبديل نفس التشكيل نفس كل شيء. خلونا نشوف من اللي يترك أرضية الملعب. ومحمد الراشد الآن يشارك، يبدو راشد الرهيب. شوف الرقم 2. راشد الرهيب إذا يترك أرضية الملعب. وعماد الحوسني في اشتباك كان بينه وبين راشد الرهيب، لم تتوضح لنا اللقطة، ولكن أعتقد مع الإخراج المميز اليوم ستأتي كل اللقطات. راشد الرهيب إلى الراشد، راشد مكانه الراشد، يعني زيد ألف لام على التعريف فقط. باولو جورج أكيد سيذهب للجهة اليمنى وسيلعب في وسط، وسعود كريري وأبو سبعان وويندل، وفي الأمام سيلعب هزازي والراشد، وبالتالي 4-4-2. 4-4-2. الراشد نزلها، ويندل استقبلها. الإتي يقترب كثيرا من التسجيل، خصوصا إذا ما استمر بهذا اللعب وبهذا الأداء وبسوء حال النادي الأهلي. الكرة سيأتي أمام أبو سبعان إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. أبو سبعان، يعني مو أبو سبع واحد، سبعان اثنان. نقترب من الدقيقة 70 مشاهدينا متابعينا في كل مكان. قمة من قمم كرة القدم السعودية، ديربي من أهم الديربيات في منطقة الجزيرة العربية ومن أقدمها على الإطلاق. إنه ديربي الاتحاد والأهلي، القمة المشتعلة الممتعة للغاية. ما زال الأهلي يتقدم حسب نتيجة شوط المباراة الأول 2-1. نتابع ونشوف كرة اللعب. تهيأت خطرة للاتحاد، خطرة للاتحاد. هزازي بيحاول، ما لمها بالشكل السليم. كرة تخلصت، ويندل أعادها، أبعدت الآن من دفاع النادي الأهلي. كرة بتعود مرة ثانية، تصطدم برأس باولو. تكر يعيدها، استقبال من سعود كريري. المباراة تجعلنا نبقى معها لمسة بلمسة وثانية بثانية لإثارتها وقوتها ومتعتها. كرة اللعب، الإتي اقترب كثيرا من التسجيل.
والاهلي استغرب عدم تحرك مدربه جاروليم حتى الان. كره لويندل خطره امام المرمى. عزازي يبغيها على طريقه محسن الجمعان، يبغيها على طريقه الكوبرا لما كان يلبسها باليسار على الطاير تروح على 90. لعبها نايف لكنها بعيد. الكره الماضيه عدت الى خارج الملعب. ضربه مرمى، ضربه مرمى. كره بتلعب باتجاه محمد نور يحاول يحصلها لكن الكره بتعدي لخارج الملعب. رمي التماس وإنا من المنتظرين. الكل ينتظر، الكل يرتقب. الناس اللي فوق هناك في الجدول في شمال جدول الترتيب، الشباب في أعلى نقطة، والهلال والاتفاق يشاهدون هذه المباراة. وهل سيستطيع الأهلي أن يصل منهم وهو لديه أيضا مباراة مؤجلة؟ والدوري لسه بدري عليه، الدوري لسه بدري عليه. هذه السنة أعتقد صعبة جدا. الموسم الماضي البعض تحدث بأن الدوري ضعيف، لأن الهلال حسم الدوري بسهولة. نستطيع أن نقول يعني ليش نقول الدوري ضعيف؟ نقول الهلال كان أقوى من الجميع وفارق عن الجميع، لكن في انخفاض في المستوى. نعم، الحوسني يترك أرضية الملعب لعبد الرحيم جيزاوي اللاعب المهاري. جاروليم الآن يشرك لاعب وسط مكان لاعب مهاجم لعل يوقف المد الاتحادي القوي على مرمى النادي الأهلي. على ما قدم الاتحاد في الشوط الثاني كان يستحق التعادل، وعلى ما قدم الاهلي في الشوط الاول كان يستحق فعلا التقدم. حتى الثالث لو جابك راح يكون مستحق، بناء على الاداء، بناء على ما نشاهد، بناء على ما يقدم الفريق. الكره لخارج الملعب، رمي التماس لصالح النادي الاهلي. كرة بتلعب عالية وأمامية، أقرب لحمد المنتشر يحضن عليها ويتركها تعدي إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. حتى كامل موسى قبل المباراة أساسا كان مصاب، يعني حتى أمس في اللقطات اللي صورت التمرير كان يعاني من إصابة، لكن اليوم يؤدي ما شاء الله عليه مباراة طيبة. والأهلي ما زال يواصل الانطلاق الأفضل له حتى الآن في آخر 5 مواسم. في احتفالية الأهلاوية بالبطولة الموسم الماضي في ملعبهم بين الأهلاوية وجمهورهم قالوا نبغي الدوري، نريد الدوري. مهرجان يحتاج لنفس طويل، لدقة بدلاء، لأجانب على أعلى مستوى، لطاقم فني وتدريبي ممتاز، لإدارة قوية. ننتظر ونتابع، لكن موسم مثير مرتقب لأن عدد المنافسة عدد كبير جدا في المنافسة فوق. كرة بتلعب لابو سبعان. الاتحاد غير تماما من شكله في الشوط الثاني. كرة لنايف هزازي مشاها حلوة لباولو جورج على الطرف الأيمن. باولو لنايف، نايف عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة أمام المرمى بيحصلها ياسر المساليم حارس المرمى. بيحصلها ياسر المساليم حارس المرمى. فيكتور، الأهلاوية يحتاجون إليك كثيرا الآن يا فيكتور. هدف من شأنه أن يقرب الأهلي إلى النقاط الثلاث في ظل تفوق اتحادي واضح في أرضية الملعب. حكم المباراة يتحدث مع أبو سبعان، وهو الحكم اللي بدأ التدريب في عام 93 وأول مباراة أدارها في عام 2007، لكن لا يحمل ذاك السجل الا حكم شاب يعني من حكام الشباب. فيكتور جيزاوي بيجرب ويسدد، والكرة إلى يد حارس المرمى علي المزيد. ركلة جزاء اللي تصدى لها في الشوط الأول تعطيه الثقة وتعطي أيضا الجمهور الثقة في هذا الحارس. كرة لويندل اللي بيدخل في العمق الآن، بيحاول. يبدو الاتحاد الآن يلعب ب3 مهاجمين، الراشد شايف ونايف ومحمد نور، الثلاثة في الأمام. كرة بتعود
وسط الأهلي لا حول له ولا قوة في الشوط الثاني. حالة غريبة جدا. النقيض للفريقين لما حدث في الشوط الأول. كرة لنايف تصل لويندل. أبو سبعان. مشعل السعيد لم يتقدم كثيرا في المباراة. تصل كرة لمحمد نور للاتحاد. نور بيلعبها عالي وعرضية أمام المرمى. الكرة بتتخلص من جفين البيشي. بتعود مرة ثانية سريعا يسترجعها الاتحاد. أبو سبعان إلى كريري. عادت الكرة للمنتشري مرة ثانية. آخر ربع ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. ترقب وانتظار هما سيد الموقف حتى الآن. كامل المر يحاول يمر. كامل المر يكسب خطأ، والخطأ ضد مشعل السعيد. أكثر من لاعب في الفريقين يدخلون مرحلة ال6 شهور في الشهرين القادمين، من ضمنهم منصور الحربي، حسن الرائب، المنتشري، النمري، أبو سبعان. يعني ممكن هذه الأسماء إذا ما خلصت إدارات أنديتها ممكن يعني ينتقلون. لون الحياة، إنه اللون الأخضر، إنه المنظر الذي يسر الناظرين. جمهور الاتحاد، لكن مش بجمهور الاتحاد اللي تعودنا ان نشوفه. العدد موجود لكن الكيفية، طريقة التشجيع. لكن هؤلاء شباب صغار يفع. التقيت بمشجع اتحادي في 70 من عمره، شيبه يقول لي احنا نعلم اولادنا ونأكلهم ونشربهم حب الاتحاد. شوف الشيبه 70 سنة يقول لي يا ابويا احنا نعلمهم ونشربهم حب الاتحاد في الدم. وقس على ذلك من الأندية الأخرى ما تشاهده في ملاعب المملكة العربية السعودية من حب وشغف جماهيري صعب أنك تجده في أي مكان آخر في البلدان العربية. نتمنى أن العدوى تنتقل بدون تعصب أعمى، تعصب لفريقك، تحب فريقك، عدم الإساءة للآخرين. التعصب يخليك تشوف الحق حق. كل هذه الأمور مهمة جدا. نور الإتي، شوط لمحمد نور بيلعبها لباولو جورج في مكان سليم. راية وتسلل، ضربة حرة غير مباشرة على باولو جورج، مرشح أنه يبقى. هذه الكرة قرار سليم، واللقطة توضح مدى دقة القرار واحتسابه. من الرياض ذهاب وإياب لعيونكم يهون التعب. الله يحفظك ويشفيك يا رب، ويجعلك قرة عين والديك يا رب. شكرا لكل هذه اللمسات الطيبة لتسهيل مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا في مهمة خاصة. فيكتور 1 على 2 لعبها محمود عباس. فيكتور سيموس إلى مسعد، إلى كامل المر، إلى الاتحاد، إلى حمود عرضية، إلى كامل المر، إلى الأهلي، إلى حمود، إلى خطورة اتحادية أمام المرمى، ولكنها بتتخلص. تصل لويندل، بيمشيها لنايف، يحاول يمر الكرة اللي خارج الملعب. رمي التماس، كرة اللعبة تجاه ويندل مرة أخرى. جفين بيبعدها لخارج الملعب. هنا المساعد الثاني وهو هيلبينج. شايف التسلل والقرار السليم واللقطة التي تقطع الشك باليد. جيزاوي بيحاول. أبو سبعان، الهتي على الاتحاد إلى باولو جورج. محمد نور عالية عرضية، الكرة بتتخلص، بتعود مرة ثانية لمشعل إلى سعود كريري بيلم. خطأ واضح لمصلحته. كلهم من عيال الشرقية، واحد من الخبر وواحد من حسن. لكن اليوم في ديربي الغربية، ما هو بديربي الشرقية. ديربي الشرقية راح يكون آخر يوم في ديسمبر بين الاتفاق والقادسية. أما الآن فخطأ لصالح الاتحاد الذي يقدم شوط ممتاز
برغبة، بروح، بأداء، بفرص، بخطورة. شوط فيه من لعب الاتحاد. قد يكون أنه يحتاج مثل هذه المباريات لاسترجاع عافيته. هو يمر بمرحلة سيئة. مسار من الفتح هنا وتعادل مع نجران، والعنزي الآن فهد، وتبديل يبدو مسعد يترك أرضية الملعب. 29 متر على تنفيذ الخطأ. وسمعان يبدو يترك أرضية الملعب لفهد العنزي. صاحب العبد الله الآن يشارك. كاروليم الآن يبي يثبت منتصف الملعب، والاتحاد يشارك الآن في الشوط الثاني. خطأ لصالح الاتحاد في الدقيقة 80، أي في الدقائق العشر الأخيرة. يا من تتابع، يا من تشاهد ديربي الغربية الممتع الجميل. وندل بيجرب وياسر سليم بصعوبة يتصدى للكرة الماضية. أكثر شوط تحصل فيه الاتحادين على فرص. كأنها على إيطاليا بقدم ذلك الأصلع أيها الأصلع، بقدم ذلك القصير أيها الطويل، كأنها. لكن الليلة من ويندل كرة ملعوبة، العنزي بيلعبها عالية وعرضية. الكرة إلى ضربة مرمى. الاتحاد قدم كل ما عليه في الشوط الثاني، وما تبقى هي دقائق أخيرة. يحاول الأهلي قدر الإمكان الحفاظ على النتيجة. أما مسعد ترك أرضية الملعب لصاحب العبد الله، وبعد ذلك تبديل للنادي الاتحاد. لكن والله هي كرة من ويندل، هذه كراته، هذه لعباته. اسمعها. ويردون عليهم واسمعهم. والآن خلونا نتابع ونشاهد. مباراة ممتعة في الملعب، ممتعة جدا بين الفريقين. أداء وقوة وفرص وهجمات وإثارة، والجمهور هو اللي يولعها. وتيسير الآن قد يأتي بإحدى الضربات القاتلة، لكن الاتحاد بيخلص الكرة، وسعود كرير الآن بيسيطر عليها. تمرير خاطئ من سعود. الكرة من الجيزاوي بتعود لباولو جورج. عادت مرة ثانية للنادي الأهلي. منصور الحربي بيمشي. الجاسم للجيزاوي للاعيبة النادي الأهلي الباحثين عن هدف الاطمئنان وقتل المباراة، لكن رضا تكر بيخلصها لخارج الملعب. وأحد أبناء المدينة المنورة، لاعب في نادي أحد قبل لا يكون لاعب شبابي، بعد ذلك انتقل للاتحاد، اللي هو رضا تكر. لكن فيكتور سيموس، عبد الرحيم الجيزاوي، تيسير، كرة بهدوء تام، لكنها بتتخلص، بترتد للاتحاد. نور بيلعبها أمامية، كرة بتتخلص، بتعود مرة ثانية. الكرة والمباراة تدخل منعطف هام جدا، لحظات حاسمة جدا، ممتعة جدا. نور يتقدم، لكن المر صعب جدا. الكرة إلى ضربة مرمى. سقط كامل المر، مصاب على أرضية الملعب خلف المرمى. سلامات بإذن الله تعالى، مشافى معافى. هذه الكرة والالتحام اللي بينه وبين محمد نور، غطى وبعد ذلك سقط. سلامات بإذن الله تعالى، إن شاء الله مشافى معافى. يا كامل يا المر. صاحب العبد الله، خطأ كبير من صاحب. كرة بتلعب لكنها بيصحح وسط النادي الأهلي. بتعود الكرة الآن لرضا تكر في مكان سليم لعنزي، ولحظات ما قبل النهاية. كرة بتلعب في مكان سليم للراشد أمام المرمى، لكنها بتتخلص كامل مر. أوه يا كامل، شو تسوي يا مر؟ كان ممكن بهذا التهور، يعني هذه تعرفون في المرور شو يسمونها؟ هذه يسمونها قيادة بطيش.
حجز المركبة شهر وسحب الرخصة، وهذا اللي سواه كامل المر تهور في اللقطة الماضية. قيادة بطيش كانت ممكن انها تكلف فريقه هدف. كرة اللعب، المباراة فيها علم والله اعلم، فيها شيء جديد والله اعلم. نور بيحاول كرة خاتم الابرمي، التماسي صالح الإتسي الافضل في شوط المباراة الثاني. هذه جماهير الاهلي، ولا ايش تسوي يا كامل؟ ايش تسوي يا كامل في اللقطة الماضية؟ لكن هذا ما يمنع انه احد اللاعبين المميزين، لكن سلم منها هالمرة سلم منها. 5 دقائق. المشاهد المتابع المستمع الكريم في كل مكان، ديربي جدة يفي بكل الوعود. عهدي دائما ديربي جدة مع المتعة دائما. ديربي جدة ومدرج جدة الشهير يأبى إلا أن يتميز، إلا أن يكون له حضورا مميز. ومثل ما قلنا هذه المباراة دائما شعارها من سبق لبق، اللي يسجل أول هو اللي يفوز. حتى الآن الأهلي هو اللي يسجل أول، وحتى الآن هو المتقدم، وحتى الآن هو الأقرب للفوز. ديربي شعاره من سبق لبق يا غراب. غراب هدف الشهير اللي بالراس في الدقيقة الأخيرة. كرة ملعوبة خطأ دفاعي آخر. تيسير يحاول يمر لكن الكرة تتخلص من أمامه. ما هذه الكوارث الدفاعية؟ ما هذه الأخطاء الدفاعية؟ خطأ فردي يكلف الكثير يا جماعة. ومدرج الأهلي يشعل المباراة الآن، وكأن جدة تهتز الآن. كرة للراشد أمام المرمى، تصل سهلة للمسالين. أيضا كامل الموسى الآن يخطئ، ولكن ياسر يصحح الخطأ. تسمعون الهازيج، تسمعون الضرب، تسمعون الفن، تشوفون اللعب، تشوفون الديربي. يا سلام، اللي فوت ديربي اليوم فاته الكثير. اللي فوت ديربي اليوم فاته الكثير. الله عليه يا جماعة. ديربي فيه عراقة، فيه متعة، فيه قيمة، فيه جمهور، فيه تاريخ، فيه وفيه والمباراة فيها ولا ما فيها. أم تنتهي 2-1. خطأ للاتحاد الآن يتلاعب ويندل بقلوب الأهلاوية. الأهلي نحو المنافسة والاقتراب من الصدارة، والاتي نحو العودة لشيء من الاتحاد وليس كل الاتحاد. سنتابع سنشاهد. عالية عرضية أمام المرمى، سيئة تماما من ويندل، سهلة تماما من ويندل. المساليم يستقبلها برحابة صدر في اللقطة الماضية، خذها بسهولة بدون أي مضايقة. كرة مرتدة جزاوي لم حاول سقط مرة أخرى أو عباس، لكن خلصت من أمامه محمود عباس. لم يستغل ولم يستثمر الكرة الماضية. الاتحاد إلى الأمام يلعبون، يتقدمون ويندفعون حتى الآن إلى الأمام، والأهلي يدافع ويقاتل ويناضل حتى آخر الثواني من عمر هذه المباراة. هناك لاعب أهلاوي يسقط في أرضية الملعب واللي هو حمود عباس، وهناك يعني انتظار لإبعاد الكرة. الكرة لم تبعد، الكرة بيلعبها، كرة لجفين، خلصها أمام المرمى. يا الله على فرصة اتحادية، على لقطة اتحادية، وهناك اشتباكات. الأهلاوية كانوا يطالبون الاتحاد بإبعاد الكرة لأن لاعبهم على أرضية الملعب، والاتحادية لم يبعدوها وقالوا بأن لاعبكم ممكن يمثل، وبالتالي هنا فيكتور ارتكب الخطأ ضد سعود كريري. ولكن فرصة للاتحاد كان ممكن من خلالها أن يعود الاتي للمباراة. من الكرات الأخيرة، لكن نتكلم عن النقيض. شوط أول أهلاوي راق واتحادي أقل من عادي. شوط ثاني اتحادي راق وأهلاوي أقل من عادي. يعني لما تتكلم عن الأهلي
لو استمر بطابع الشوط الاول كان افضل له، لانه هو دافع. واضح ان الفريق ما قدر يصد الهجمات الاتحادي. شوف هذه الكره لحمود عباس اللي سقط من خلالها مصاب، ان شاء الله سلامات يا حمود. وبالتالي اشياء فنيه كثيره ممكن تنقال في مباراه اليوم، لكن كما قلنا وكما اسلفنا الديربي لا يعترف بالكثير من الامور هذه، بالكثير من المعطيات هذه. الان خطا لصالح نادي الاتحاد ونحن نلعب في الدقيقه 89.5، اي في مجريات الدقيقه 90، في مجريات الدقيقه 90 التي ناويه على التعادل لما قدمه في شوط المباراه الثاني. هدد ولعب ومثل. كرة الآن ملعوبة من باولو جورج، عالية وعرضية، خروج لياسر المسيليم، وهناك خطأ يحتسب لمصلحة ياسر المسيليم. خطأ لمصلحة ياسر المسيليم واحتجاج كبير من نادي الاتحاد كون الاشتراك حدث خارج منطقة الستة ياردة، وهي المنطقة المحرمة لحراس المرمى، ويسقط على اثرها ياسر المسيليم ويحدث التوتر التالي. هذه الكرة وهذه اللقطة اللي حدث من خلالها الجدل الكبير. ياسر المسيليم لحظة خروجه والخطأ المثير للجدل للسيد هاني نيكولاج، واللي أصاب يعني الفريقين بتوتر كبير. عموما خطأ لمصلحة النادي الأهلي وسلامات ياسر المسيليم 7 دقائق. وكأن هاني نيكولاج حكم المباراة مستمتع بديربي جدا. السويسري حط 7 دقائق وقت بدل ضايع وضبط ساعته السويسرية كي يستمتع. ما زالت جماهير الأهلي هي اللي تغني، هي اللي تغني. وهنا جمهور نادي الاتحاد يتابع ويشاهد. كرة ملعوبة، خذها نور على صدره، نور بيلعبها عالية وعرضية، الكرة سالة تماما للحارس المرمى ياسر المسيلي. قدم أداء كبير محمد نور في الشوط الثاني. كرة جيزاوي يا سلام يا عيني يا لعيب يا جيزاوي، لكن خلصها من أمام كريري، خذها يا سلام يا جيزاوي. جيزاوي استعراض رائع جدا للنادي الاهلي. كرة لتيسير الجاسم، تيسير للنادي الاهلي، كرة في مكان سليم صعب عبد الله لكامل المر، كامل المر بيلعبها لحمود، ولكن سعيد الى خارج الملعب رمي التماس لصالح نادي الاتحاد. اثاره ما بعدها اثاره، نديه ما بعدها نديه. يا عيني على الديربي، ديربي الغربيه، يا سلام. ديربي الغربيه مشرق ممتع، وحوار الجارين أبناء العمومة ممتع للغاية. كرة ملعوبة الآن، باولو جورج عالية وأمامية، الكرة بتتخلص، ما زال الإتي يتمسك بالأمل وما زال الأهلي يصمد حتى الآن. نتابع ونشاهد. كرة للنادي الأهلي قد تكون لكن رضا تكر وقف وخلصها، ويبقي المباراة في الملعب. المباراة تقبل هدف هنا أو هدف هناك، ضغط هنا وارتداد هناك، متعة هنا ومتعة هناك. كرة ملعوبة، مشعل السعيد بيلعبها في مكان سليم لمحمد نور، نور لمشعل، مشعل لنايف، نايف لمشعل، مشعل بيحاول يمر، خطأ لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 93، في الدقيقة 93. الوقت بدل الضايع لهذه المباراة 7 دقائق. سبع دقائق، عدا 3 وبقى 4. والاتحاد خطأ لمصلحة ويندل على التنفيذ، صانع الهدف الأول للاتحاديين. سنتابع سنشاهد كرة عالية عرضية، الكرة فيها خطأ، خطأ ضد رضا تكر، خطأ ضد رضا تكر ولصالح النادي الأهلي. هذه من الفرص المهمة جدا لنادي الاتحاد في المباراة، الآن لم تستثمر. هذا الخطأ واضح لمصلحة كامل الموسى ضد رضا تكر. جماهير الأهلي تطلق الصافرات، والاتحاديين ما زالوا يتمسكون بعدم الخسارة. وإنا نقترب
إنا نقترب في ملحمة جماهيرية رائعة جدا. حافظ الأهلي المستحق في الشوط الأول. كرة القاتلة القاضية. الله! الفيكتوري تيم لما يضيع بلنتي لازم يهوف لأنه هو المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي في فرحة مجنونة للمجانين، في نقطة مجنونة للمجانين. الأخضر وعن طريق الفيكتوري تيم ينهي المباراة. السفاح يقتل المباراة، يقتل الآمال والطموحات، تزداد معه المعنويات والآهات، والأهلي يسجل هدف صحيح. هذا لما يضيع لازم يعوض. الفيكتوري تيم، الفيكتوري جول، الفيكتوري إبداع، الفيكتوري الأهلاوي يعلن أهلاوية. 3-1 الأهلي بصريح العبارة. إنه من المنافسين، إنه من المتربصين، إنه من المتوعدين. أهلاوي منظرك غير هالسنة، لونك غير هالسنة، لونك غير، متعتك غير يا أهلي. فيكتور سيموس يسجل الهدف الثالث ويقضي على المباراة، وجمهوره يجبره على الفوز. مبروك للأهلاوية وهارد لك يا اتحادية، لكن مبروك للمشاهد المحايد. يا لها